في حاجه اسعى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبها نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على يومكم. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، وحشتوني قوي قوي. معلش أنا بغيب عليكم في تنزيل الفيديوهات، حقكم عليا، أنا عارفة مقصرة معاكم، بس معلش والله بيبقى غصب عني. عايزه اشكر كل واحده ولا كل حد دعالي دعوه جميله كده من قلبه. تسلموا لي اعز اخوات، دمتم في حياتي نعمه يا رب، ما تحرمش منكم ابدا. وفعلا دعواتكم ليا بتفرق معايا جدا جدا، وبترفع من معنوياتي كده، بتخليني اقف على رجلي من تاني، وبتخليني اكمل معاكم اللي انا بداته. فطبعا انا بص في اول فيديو كده اعطيتكم فكره عن الفيديو اللي فات الدنيا كانت شكلها عامله ازاي. طبعا هدوم الصيفي دي لوحدها بتبقى يعني عايزه لها يومين ثلاثه كده، ايه، نطلعوا فيه الشتوي وندخله الصيفي، وبتبقى يوم ما يعلم بالله ربنا. فطبعا انا اديتكم فكره كده عن اللي حصل قبليها في الفيديو اللي فات. وعايزه اقول لكم مفيش حته في الشقه، بص الدنيا واقفه على رجلي، مفيش حاجه في مكانها، وعندي كميه غسيل، مطلعه كميه غسيل. في حاجات لقيتها كده ريحتها مش مظبوطه، مرضتش اشيلها، قلت تتغسل بقى بالمره مع الحاجات اللي هتتغسل. وانتوا عارفين كارثه الغسيل هنا بتبقى عامله ازاي، الغسيل لوحده قطم وسط، يبقى ماليه ميه ومفيش ميه اساسا. هو ده اللي معطلني، ان مكومه الميه، يعني مكومه الغسيل لحد دلوقتي. فطبعا في الفيديو اللي فات خلصنا اللي انا خلصته، كنت خلاص بقى الدنيا ليلت، كنت مش قادره اقف على رجلي خلاص. قلت له مش هنفرشه سرير ولا اي حاجه، اخدنا مرتبه من المراتب، رحت فرشناها في الارض، فرشنا حاجه حطينا المرتبه ونمنا في الاوضه دي. احنا كده كده في الايام الشتاء هنا بنعمله كده يعني، مش حاجه جديده. فقلت له سيب حتى الشمس تضرب في المراتب الصبح كده. بحب قوي لما بطلع المراتب في الشمس، بحب ابيتها، وبفضل ببقى مرعوبه، خاف الدنيا تشتي ولا حاجه، بس ببقى حطاها تحت التندة، يعني ايه لو لا قدر الله شتت ولا حاجه هتبقى مشكله. مش عايزين المراتب تزرع زي ما قلنا يوميها. في كتير ضحكوا الموضوع، قعدوا ضحكوا على المراتب اللي زرعت، مراتب اختي، فقالوا لي فصلتينا من كتر الضحك يا خدوجة، يا خدوجة على المرتبة اللي طلعت شجرة. كان فعلا موقف يضحك. ولو وصلتوا معايا لحد هنا، يا ريت ما تنسونيش باللايك، ما تنسونيش باللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع القناة وبيرفع المحتوى، بيرفع الصفحة. من غير اللايكات انا بتحط في القنوات الغير مرغوب فيها. انا عارفه حبايبي طبعا بيتمنوا لي كل خير، وربنا يكبر بخاطركم ويسعد قلوبكم زي ما بتسعدوني يا رب. فبالله عليكم اللي يدخل الفيديو ويتفرج مثلا 3 دقايق ولا 4 دقايق، ويا ريت تخليكم معايا لحد اخر الفيديو، ما تنسوش اللايك، عشان هو دوت يعني ده تقدير حتى لتعبي. قدروا تعبي بانه انتوا تحطوا لي اللايك، عشان القناه كده ولا المحتوى اللي انا بعمله يترفع بيكم، ودمتم في حياتي نعمه اعز اخوات، ما تحرمش منكم ابدا. فقبل ما نبتدوا الفيديو كده نصلي على الرسول، ونقولوا بسم الله توكلنا على الله، ونشوفوا هنعمله في بقيه يومنا فيه ايه النهارده. طبعا الضرفه اللي فوق دي انا المره اللي فاتت سبتها، قلت لكم هنعملوا فيها يعني كان فيها شويه هدوم للاولاد كده ما لهمش لازمه. استغليت الضرفه اللي تحت خالص اللي قلت لكم دي، كان فيها درجين ومكسورين، كانت مليانه كراكيب، يعني كل اللي في ايده كركوبه ولا حاجه يزرقها في الركن دوت. وكانت فيها مصاحف قديمه، فانا استحرمت بصراحه، شلت المصاحف من الركن ده، لان العيال كانوا بيحطوا فيهم الكراكيب وكده. شلت المصاحف ومسحتها وفرشت مفرش، وحطيت الهدوم بتاعت الاولاد فيها. اخدت بصراحه الهدوم كلها، بس هي هتبقى عيبها بقى كل ما عاوز هدوم ولا اي حاجه من الحاجات، يعني حوطي بقى على بال ما ادور على حاجه، بس مش مشكله. استغليت الرف اللي فوق دوت، يعني قلت والله لازم هعمله كده بقى، ايه، هفرش الدولاب بتاع زينبو دوت، هخليه بقى ولا دولاب العروسه. فقلت كان نفسي اروس الرصه دي من زمان. اخدت الملايات، طبعا هنا الملايات اللي هي ايه،
يعني قديمة شوية، بس قلت انا هحييهم. انت لو حاجة قديمة عندك ولا ركن قديم عندك بلمسات بسيطة كده ممكن انت تحييه وتخلي كأن الحاجة جديدة. فاخدت كل طقم سرير، حطيت الترابيع بتاعته كده بالورد ونزلت منها حته كده عشان بس تدي منظر، ورحت رصيت الملايات كلها وفوقيها الترابيع بتاعتها والمخدات. يعني اكتر الملايات بصوا ما بحطش معاها كنت المخدات بتاعتها، بحط كل حاجه لون من كتر ما انا من كتر الكراكيب والحاجات القديمه ما كنتش بوفق ملايه مع المخده بتاعتها ولا التربيعه بتاعتها. فلما نزلت كله بقى، انا قبل كده قلت لكم من كتر كراكيبي هنا بصراحه ما جيتش جنب الضرفه دي نهائي، فرحت بقى مستغليه هنا هوت الضرفه اللي فوق دي لانها ضرفه كبيره بصراحه. اخدت الملايات والفوط بس ورحت رصهم فيها بالطريقه الجميله دي، ورحت جايبه المعطر بقى كملت بقيه التعطير. مش قادره اقول لكم كانت ريحه الدولاب بقى كانت عامله ازاي، كنت فرحانه بيه جدا بصراحه. لان طبعا في ملايات وحاجات كانت قديمه قوي قوي ومحطوطه من تحت وهنا اخر دور، فرطوبه الرطوبه دايما بيبقى ليها ريحه كده ومش هقدر اغسلهم. انا عندي كده كده في متكوم غسيل ياما قوي فمش هقدر احط عيش على ام الخير زي ما بيقولوا فقلت يعني هما اتحطوا كده في ضرفه لوحدهم هيتهووا ان شاء الله، هياخدوا ريحه الجو كده هيبقوا كويسين، ورشتهم بالمعطر دوت وريحه الدولاب بقت زي الفل وبقت جميله. وانا كمان بيت الدولاب سبته طول الليل مفتوح، والبتوع دول المراتب طبعا سبتهم طول الليل بقى اتهووا والشمس ضربت فيهم بقى، فتشموا بقى ريحه المراتب كده ريحه النظافه فيهم. دايما لما الحاجه بتطولها الشمس، انا مش عارفه كان جوزي بيقول لي ايه بصراحه، ربنا يديله الصحه والعافيه، نفعني في حاجات كتير، ربنا يكرمه يا رب ويكفيه شر المرض ويكفيكوا شر المرض ويكفيكوا شر اي حاجه وحشه، يخلي لكم صاحب بيتكم ويخلي لكم ازواجكم واولادكم، ويكفيكوا شر اي حاجه وحشه، ويكفيكوا شر الالم ويكفيكوا شر المرض. دي اهم حاجه في الدنيا. بصوا ولا مال ولا اي حاجه، اهم حاجه في الدنيا راحه البال والصحه، لان انت لو معاكي فلوس الدنيا ومفيش صحه ولا هتسوى مليم. فربنا يديم عليكم نعمة الصحة والعافية يا رب، اللهم امين، ويخلي لكم صاحب بيوتكم كده وازواجكم، واللي لسه ما اتجوزتش ربنا يرزقها بالزوج الصالح، واللي لسه ما خلفتش ربنا يرزق كل مشتاق للذريه الصالحه يا رب، اللهم امين يا رب. فهنا بصراحه ساعدني كتير، ربنا يديله الصحه. ماما سعاد بتقول لي الله ينور على جوزك، ربنا يديله الصحه، قعدت دعيت له بصراحه ربنا يخليك يا ماما سعاد وصلت له والله وصلت له دعوتك، يقول لك ربنا يخليك يا رب ويديك الصحه. فنفعني في شيل التقايل بصراحه، فضل يعني المرتبه من الاوضه اللي هناك مطرح ما كنا نايمين عليها وفرشين، وشالها وراح حاططها تاني في الشمس على بال ما خلصت اللي انا خلصته. طبعا ده رص الملايات والحاجات دي اخدت مني وقت طويل طبعا عشان مسرعه الفيديو، تهيألكوا ان انا بشغلها بسرعه، بس لا انا شغاله على مهلي عشان بس ما تعبش. فنفعني بصراحه، نفع بالله، ربنا يكرمه يا رب ويديم عليه صحته وعافيته يا رب بحق النبي. فرحت بقى فرشه السراير بقى، بصوا ما شاء الله المراتب نفشت كده وكانت ريحتها جميله، وبصوا المخده دي انا ما كنتش لاقيه اقسم بالله المخده وكسوه المخده والتربيعه ما كنتش لاقياهم. انا كنت بحط كسوه مخده تانية وتربيعه تانية لان لقيتهم دول من تحت خالص خالص، تحت الحاجات القديمه وتحت معرفش اللي حطهم من تحت، ولقيت حاجات كتير انا كنت بدور عليها بصراحه عشان افرشها اغير فيها في الفرش وكده، ما كنتش لاقياها لان انا قلت لكم ما كنتش باجي جنب الضرفه دي خالص، فحاجات كتيرة ما كنتش لاقيها. فرحت بصراحة ان انا وقلبت الضرفة دي، كان فيها حاجات ومتروكات حاجات كتير قوي. فانت لما بتدوري على حاجة دايما وما تلاقيهاش بتبقي زعلانة. فانا اخيرا لقيت الطقم ده انا كنت جايباه من عندي، ورحت ايه بقى رحت فرشاه على بعضيه، كان قلت يلا نفرش بقى ابيض في ابيض.
الحاجات اللي لما بتتفرش فواتح كده، لما تكوني بقى مسيقه ورشه معطر، وفي الاخر خالص بقى بتلاقي نتيجه حلوه قوي كده، وبتبقى النتيجه مرضيه، وتبقى كل حاجه ريحتها حلوه. ف رحت فرشه السرير، ورحت العيال ملطشين المرايات هنا اخر تلطيش مطرح ما بيلعبوا هنا ايديهم بقى اي حاجه فيها حاجه حلوه كده. بصوا كانت ملطشه مش عايزه تنضف، رحت مغيره، لقيت يعني جبت قماشه نضيفه من الدولاب، ما رحت قلت بلاش الفوطه دي، يمكن العيب في الفوطه، ما كانتش المرايات مش عايزه تنضف، كانت ملطشه. رحت رشها تاني جلانس، ورحت عاملاها فوطه نضيفه بحته قماشه كده يعني من الدولاب نضيفه، فنضفت. هنا كنا خلاص الحمد لله خلصنا من الدواليب، وخلصنا من تحت السرير. المره اللي فاتت طبعا شلنا اللي تحتيهم كلهم وسيقت وخليت الدنيا، حتى واحده على الفيس بتقول لي يا ماما الميه اللي انت قلبتيها غلط على الخشب وكده يعمل ريحه وحشه ويعمل مش عارفه ايه. بصوا انا اول ما بدات في الاوضه بدات في التسييق وما قلبتش ميه ياما، انا براعي ان الخشب ما يدخلش تحتيه ميه ولا كده. انا يا دوبك بس يعني حطيت شويه ميه بنستبون عشان بس الارض تنضف، ودعكتها دعكه حلوه بشويه نقطه الميه اللي انا قلبتها. يعني ارجعوا للفيديوهات اللي فاتت هتشوفوا مجهود جبار اتعمل في حتى واحده حبيبتي قالت لي والله يا حبيبتي تعب جامد. الحمد لله والله ربنا بيقوي، ولما بتعملي حاجة كده من قلبك وبتعمليها بصدق وبنفس كده ومن غير لكلكة، صدقيني ربنا بيبارك في الصحة الحمد لله، وبتاخدي همة ونشاط كده وبتديها لغيرك، وبتحسي فيه طاقة إيجابية كده، بقى البيت اتملى طاقة إيجابية، لأن التراب والحاجات دي كلها والحاجات المتركنة بقالها مدة دي بتدي طاقة سلبية في البيت، وبيبقى فيه خنقة كده في البيت. حتى انا بعد ما بخلص الحاجات دي كلها بحس كده النفس بيطلع كده مرتاح، و هرمون السعاده كده بيزيد اللي هو هرمون السيروتونين ده. بحب قوي كده لما اخلص الحاجه كده وخلاص اقعد بقى ارتاح، بحس بنفسيه كده فظيعه، ببقى في حاله من السعاده كده فظيعه. فيا ريت اللي انا بحس بيه ده يتنقل لكم، وتكونوا بتستفادوا من الفيديوهات بتاعتي، وما كنتش بتعب على الفاضي تكونوا انتوا كمان بتتنشطوا وبتاخدوا طاقة كده، وتقوموا وتشوفوا اللي وراكوا وبكل نشاط كده وحب. زي عبورة حبيبة قلبي بتقولي اقسم بالله يا خدوجة انت حببتيني في غسيل المواعين حبيبة قلبي عبورة. في ناس كتير ما بتحبش غسيل المواعين، ومنهم بلاش ذكر اسامي ما بحبوش غسيل المواعين خالص بقول لهم انتوا ازاي عايشين كده يا جماعه، والله دي متعه. انا احب غسيل المواعين جدا جدا يعني، وبحب اعمال البيت قوي، وبحب تقشير الثوم. والناس هي ما بتحبش تقشير الثوم، يقول لك ايه انا ما بحبش تقشير الثوم، انا بجيب دلوقتي بخلي واحده تعملهولي الله يمسيها بالخير، واحده يعني كده حبيبتنا تقولي لا 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 انا بديها اللي فيه النصيب، وهي بتجيبه وتقشرهولي وتفرمهولي وتجيبهولي جاهز. لا هو حلاوه الاكل كده لما الثوم بيتعمل يعني طازه كده وفريش كده وتدقيه يبقى ريحته طالعه، وفي الاكل بيبقى بصراحه بيدي للاكل طعم تاني غير اللي بيبقى متخزن في الفريزر ده ولا كده. احنا الاول كنا طبعا بنعمله كده، فبطلت بقى من ساعة ما يعني بطلت بقى اعمل العملة دي، بيبقى هدت حيل بصراحة. فانا المرة اللي فاتت لما جبته ضفرته وعلقته والحمد لله خلص يعني. فهنا كملت بقية الأوضة كده، واديت الأوضة الحيطة دعكة كده ورا الكومودينو، كانت مفقعة شوية، رحت دعكاها كده بالمية، يعني بالمية بتاعت اللي هي بالمكنسه، يعني ما جبتش ميه نضيفه ولا حاجه، هي كده كده الميه مش متوسخه قوي، فاديتها دعكه حلوه كده. وبعد كده جبت ميه نضيفه ورحت قلبها على الحيطه نضفت. وطبعا انا ما قلبتش ميه كتير هنا، طبعا مراعيه ان تحت السرير خلاص حطينا الهدوم. وقبل كده بيقولوا انت ليه حاطه الكراتين والحاجات دي؟ يا جماعه هنا في رطوبه بتبقى عاليه جدا، انا ساعات كنت بطلع الهدوم من تحت بطلع الشنط مصوفه، فالكراتين والحاجات دي بتمتص الرطوبه شويه،
فبالتالي الهدوم يعني بتعمل عازل شويه عن الشنط والهدوم، ما بتبقاش الرطوبه طايلهم قوي. فانا بحب افرش كراتين دايما تحت الشنط. ودايما يعني ده خلاص احنا يعني في نظافه واستمراريه في اللي بنشيل، وكل يعني مش هقول لكم كل شهر، يعني الصحه مش مساعده يا جماعه والله. يعني بشيل كل مده الحاجه معاكم اهو، وبنضف وكده. فالحمد لله الحمد لله البيت بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ما فيش الله اكبر الحاجات اللي كانت بتدخل، ولا صراصير ولا عته ولا الكلام ده. خلاص البيت بقى زي الفل بسم الله ما شاء الله. فالحمد لله خلاص لما الحاجه بتبقى ايدك دايما فيها ونظافه دايما فيها وكده، ما بيبقاش بقى، ما بتديش فرصه ان في حاجه تعشش ولا حاجه فرة تدخل الله اكبر الله اكبر تولد، زي ما كان اول ما اتجوزت كان بيبقى في حاجات زي كده، مع ان كنا في نظافه وكده. بس كانوا حاويين البيت، مش عارفه ليه. الله اكبر، ربنا يبعدهم بعيد عننا يا رب، الحمد لله رب العالمين. ف يعني انا كنت لما بسيب يعني حد تاني بيبقى قاعد في البيت بدون ذكر اسامي، فكنت باجي بلاقي الدنيا بايظه. فالحمد لله دلوقتي الرجلين خفت من البيت خالص. فمش عايزه اقول لكم ايه اللي حصل. فيلا الحمد لله رب العالمين. فزي ما انتم شايفين البيت ما شاء الله راق، والحمد لله يعني على قد ما بقدر بايدي فيه على طول. ادعوا لي بس ربنا يديم عليا نعمه الصحه والعافيه يا رب. ولو وصلتوا معايا لحد ما تنسونوش باللايك واشتراككم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.